يعني في الطب التشخيص عادة ما يكون حاسماً ودقيقاً. صورة أشعة واحدة تكفي لتحديد مكان الكسر في العظم. صحيح، خط أبيض متعرج ينهي كل الجدل. بالضبط، ويضعنا أمام حقيقة لا تقبل التأويل. نحن بطبيعتنا نميل إلى هذا النوع من اليقين، نفضل الأشياء المرئية التي يمكن قياسها وتصنيفها بسهولة. لكن عندما نغادر عيادة الطبيب وندخل إلى عالم كرة القدم، وتحديداً إلى الأجواء المشحونة للنهائيات القارية الكبرى، يتعطل جهاز الأشعة السينية تماماً. يتعطل كلياً وتصبح الأمور ضبابية. فعلاً، نجد أنفسنا أمام لوحة نتيجة تعرض أرقاماً تبدو واضحة، لكنها في الواقع تخفي خلفها مشهداً شديد التعقيد. الأرقام في كرة القدم، خاصة في المباريات الإقصائية، غالباً ما تكون خادعة. النتيجة التي تسجل في نهاية المباراة هي مجرد قمة الجبل الجليد. قمة الجبل فقط. أكيد، ما يقبع تحت السطح هو شبكة معقدة من القرارات التكتيكية، الانهيارات النفسية، والتحولات البدنية التي لا يمكن قراءتها من مجرد النظر إلى إحصائية الاستحواذ أو عدد الأهداف. حسناً، دعونا نفكك هذا. في نقاشنا اليوم، نحن نغوص في التفاصيل التي حدثت هذا الأسبوع في بريتوريا. لوحة ملعب لوفتوس فيرسفيلد أشارت إلى فوز ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي على الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد، وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. مباراة كانت تبدو من الخارج مجرد فوز بهدف نظيف. لكن من خلال مراجعتنا لمجموعة دسمة من المصادر، والتي تتراوح بين التقارير التكتيكية وتحليلات الصحافة المحلية في جنوب أفريقيا وتصريحات المدربين، اتضح أن هذه المباراة لم تكن مجرد 90 دقيقة من الركض. النتيجة 1-0 هي مجرد عرض لمرض أعمق. أو دعنا نقول هي المحصلة النهائية لصراع استنزف كل طاقة الفريقين. بالضبط. مهمتنا في هذا الغوص العميق ليست مجرد إعلان الفائز، نحن نسعى لتفكيك كيف يتداخل التوتر النفسي مع الرقعة التكتيكية ليصنع مباراة بهذا الحذر والتعقيد. لنتأمل معا حجم الضغط الذي سبق صافرة البداية، لأن فهم المباراة يبدأ من فهم ما كان يحمله اللاعبون في عقولهم قبل النزول إلى العشب. السياق النفسي هنا هو المحرك الأساسي لكل قرار تكتيكي تم اتخاذه لاحقاً. عندما نتحدث عن الجيش الملكي، نحن لا نتحدث عن فريق يبحث عن مجرد لقب. بل يبحث عن إرث تاريخي. صحيح، هم يحاولون استحضار أرواح جيل 85 الذهبي، أسماء بحجم محمد التمومي وعبد الرزاق خيري والمدرب الراحل المهدي فاريا، تضع ثقلاً تاريخياً هائلاً على أكتاف الجيل الحالي. واو، هذا ثقل كبير فعلا. جداً. هذا الفريق يحمل مسؤولية إعادة ناد عملاق إلى عرشه بعد عقود من الغياب القاري، وهو نوع من الضغط الذي يمكن أن يكون محفزاً، ولكنه أيضاً قد يولد خوفاً من خذلان هذا التاريخ. الأمر أشبه بحمل حقيبة ظهر مليئة بالحجارة. المفارقة أن هذا الضغط التاريخي للجيش الملكي يقابله نوع آخر تماماً من الضغط في المعسكر الآخر. ضغط من نوع مختلف تماماً. نعم، سان داونز لا يقاتل من أجل التاريخ، بل يقاتل من أجل النجاة في الحاضر. التقارير التي راجعناها تبرز حقيقة قاسية: لقد فقدوا عملياً السيطرة على الدور المحلي لصالح أورلاندو بايرتس لأول مرة منذ عام 2012. وهذا أمر لم يعتادوا عليه إطلاقاً. أضف إلى ذلك خسارتهم لنهائي العصبة في العام الماضي أمام بيراميدز المصري. هذا يحول اللقب القاري الحالي من طموح إلى طوق نجاة أخير وحتمي للمدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو لإنقاذ الموسم. ما يثير الاهتمام هنا هو كيف ينعكس هذا الضغط على أداء الفريق. تصريح حارسهم رونفين ويليامز كان كاشفاً جداً عندما تحدث عن معاناة نفسية وبدنية لا يدركها سوى من هم داخل غرف الملابس. يعني هذا الخوف من الفشل لا يبقى مجرد شعور. لا، بل يتدخل حرفياً في الكيمياء الحيوية للاعبين. ارتفاع مستويات الكورتيزول والأدرينالين بسبب هذا النوع من الخوف المزدوج يؤدي إلى تشنج عضلي غير مرئي. وهذا ما رأيناه في تسرعهم. بالضبط. هذا يفسر لماذا رأينا لاعبي سان داونز يندفعون بحماس مفرط في بناء الهجمات، لكنهم يفقدون الدقة واللمسة الحريرية أمام المرمى.
الخوف من تكرار خيبات الموسم يجعل اللاعب متسرعاً، يريد إنهاء الهجمة بأي ثمن ليريح أعصابه. وهو ما يتسبب في إهداء فرص محققة، كما رأينا في انفراد براين ليون الذي أخطأ الشباك، وتسديدة موكوينا التي تكفل القائم بردها. طيب، هذا التسرع الجنوبي الأفريقي الممزوج بالخوف ترجم نفسه إلى استراتيجية دفاعية شديدة التحفظ من جانب الجيش الملكي. الهدف الوحيد جاء من كرة ثابتة، ركلة حرة نفذها أوبيري موديبا ببراعة في الدقيقة 37. هدف رائع فعلا. نعم، ورغم محاولة الحارس التكناوتي الذي لمسها بأطراف أصابعه استقرت في المرمى. لكن بعيداً عن هذه اللقطة الفردية، المصادر تشير بوضوح إلى أن الجيش لعب بكتلة دفاعية منخفضة ولم يسدد أي تسديدة بين الخشبات الثلاث طوال المباراة. 0 تسديدات على المرمى يبدو أمراً مقلقاً جداً لفريق يريد التتويج ببطولة قارية. هل الدفاع كالإسفنجة التي تمتص الماء هو استراتيجية مستدامة حقاً، أم أنه مجرد تكتيك لتجنب كارثة في مباراة الذهاب؟ شوف، الكتلة الدفاعية المنخفضة ليست مجرد تراجع عشوائي للاعبين إلى الخلف، إنها هندسة مساحات دقيقة جدا. هندسة مساحات؟ كيف ذلك؟ عندما يقرر فريق مثل الجيش الملكي الذي لم يستقبل سوى 5 أهداف في 10 مباريات طوال البطولة أن يطبق هذا التكتيك، فهو عملياً يقوم بتقليص المسافة بين خط الهجوم وخط الدفاع. نتحدث عن مسافة أقل من 15 متراً، ويتمركز بالقرب من منطقة جزائه. يعني يغلقون كل المنافذ. الهدف هو حرمان لاعبي سان داونز الذين يمتازون بالسرعة والمهارة في المساحات الضيقة من أي ثغرة للتمرير في العمق، وإجبارهم على إرسال كرات عرضية يسهل على المدافعين التعامل معها. إنه تكتيك يتطلب انضباطاً بدنياً وذهنياً مرهقاً للغاية. لأنه التنازل طوعاً عن الاستحواذ وقبول تحمل الضربات المتتالية، أشبه بلعبة شد الحبل، حيث تترك الخصم يستنزف طاقته في السحب بينما أنت تثبت قدميك في الأرض. تشبيه دقيق. ورغم هذا التراجع المبني على امتصاص الضغط، المدافع يونس عبد الحميد كاد أن يسجل برأسية خطيرة في الدقيقة 22. هذا يعني أن التهديد كان موجوداً رغم ندرته. صحيح. العودة بهزيمة 1-0 تضعنا أمام ما يوصف في التحليلات التكتيكية بفخ النتيجة المفخخة. النتيجة المفخخة هي نتيجة سيئة لأنك خاسر، لكنها النتيجة السيئة الأفضل التي تترك الباب موارباً لمباراة الإياب. بالضبط. السجلات التاريخية للبطولة تؤكد هذه النظرية. العودة بهدف نظيف من ملعب يعرف بصعوبته تعتبر نقطة انطلاق مقبولة جدا. التاريخ مليء بفرق خسرت ذهابا بهدف نظيف وتوجت باللقب. مثل ماذا؟ مثل الرجاء المغربي عام 1997 حيث خسر مباراة الذهاب أمام أبواسي جولديفولد الغني بهدف نظيف، لكنه استطاع التعويض والتتويج باللقب إيابا. إذن المعضلة التكتيكية الحقيقية تكمن في مباراة الإياب. الجيش الملكي سيكون مطالباً بالتخلي جزئياً عن كتلته المنخفضة للهجوم والتسجيل، وهذا سيخلق مساحات شاسعة خلف المدافعين، وهي بالضبط البيئة المثالية التي يزدهر فيها هجوم صن داونز المرتد. هنا يصبح الأمر مشوقاً جداً. دعنا ننتقل إلى نقطة قلبت موازين هذه المباراة من مجرد مواجهة تكتيكية إلى فوضى حقيقية تختبر صبر اللاعبين. الشوط الثاني لم ينطلق في موعده، بل تأخر 20 دقيقة كاملة بسبب عطل مفاجئ في تقنية الفيديو المساعد الفار. نعم، حادثة غريبة أربكت الجميع. التقارير تصف اللحظة التي أبلغ فيها الحكم قائدي الفريقين بمن فيهم ربيع حريمات من الجيش بأن التقنية لا تعمل، وكيف رفض لاعبو الجيش الملكي في البداية النزول إلى العشب في غياب هذه الشبكة الآمنة. بعيداً عن الجدل التحكيمي المعتاد، توقف مجريات نهائي قاري لثلث ساعة يطرح تساؤلاً علمياً: الإيقاع البدني والتركيز الذهني للاعبين كيف يتأثه بجلوسهم في غرف الملابس بعد أن كانت أجسادهم في ذروة النشاط؟ إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، التأثير الفسيولوجي هنا قاهر جدا. في الشوط الأول تصل حرارة العضلات إلى معدلاتها القصوى،
وتتسارع نبضات القلب لضخ الأكسجين. ويكون الجسم جاهزاً لأقصى مجهود. صحيح، ويكون السائل الزلالي في المفاصل في أقصى درجات سيولته ليسمح بالحركة السريعة. عندما تجبر هؤلاء الرياضيين على الجلوس فجأة ل20 دقيقة، تبدأ حرارة العضلات بالانخفاض. ويتراكم حمض اللاكتيك بشكل أسرع. بالضبط، مما يسبب شعوراً مبكراً بالإرهاق. الأسوأ من ذلك هو الخطر المباشر للإصابات بتمزقات عضلية عند الانطلاق المفاجئ بعد هذا البرود. وماذا عن الجانب الذهني؟ على المستوى الذهني، حالة التدفق أو التركيز التام تتبدد، ويحل محلها التفكير في العطل والنقاشات الحادة مع الحكام. هذا يستنزف الطاقة العصبية التي كان يفترض أن تصرف في الملعب. الأخطاء التقنية والتوتر التنظيمي يختبران المرونة الذهنية للفرق الكبرى. التقارير التي نستند إليها اليوم تتوقف كثيراً عند السياق المحيط بطاقم التحكيم لتفسير هذا التوتر العصبي. نحن ننقل الوقائع التحكيمية كما وردت في المصادر بحيادية مطلقة، والسجلات تظهر أن الحكم الكونغولي جان جاك نادالا يمتلك تاريخاً مثيراً للجدل. نعم، هناك حوادث سابقة أثرت على سمعته. المصادر تذكر تحديداً ما حدث في نهائي أفريقيا 2016 في المغرب بين المغرب والسنغال، حين احتسب ركلة جزاء للمنتخب المضيف، وهو الحدث الذي تبعه انسحاب مؤقت للمنتخب السنغالي. وأدى لاحقاً وفقاً للتقارير إلى استبعاده من القائمة النهائية لحكام كأس العالم من قبل الفيفا. إذن بمجرد الإعلان عن تعيينه لإدارة هذا النهائي، كان من الطبيعي أن نقرأ بيانات قلقة. وجود هذا التاريخ التحكيمي يجعل كل صافرة وكل تعطل تقني قنبلة موقوتة. البيئة المحيطة بالمباراة كانت مشبعة بالتوتر من جميع الجهات. عندما يدرك اللاعبون أن الحكم يدير اللقاء تحت مجهر الانتقادات المسبقة، وعندما تتعطل تقنية الفيديو، يتحول الملعب إلى بيئة خصبة للانفلات التكتيكي والذهني. ويضاف إلى ذلك كله الأجواء المؤسفة على المدرجات بعد سقوط مشجع مساند للجيش الملكي من المدرج العلوي لملعب لوفتوس فورسفيلد. حادث مأساوي، ورغم عدم تأثيره المباشر على قرارات المدربين التكتيكية، إلا أنه ألقى بظلال كئيبة وثقيلة على الأجواء العامة، وانتقل صداه بلا شك إلى المحيطين بالملعب. كل هذه المعطيات التكتيكية والفسيولوجية والبيئية تجعلنا ننظر إلى التغطية الإعلامية التي تلت المباراة بعين مختلفة. إذن ماذا يعني كل هذا؟ عندما راجعنا الصحافة في جنوب أفريقيا مثل صحيفة IOL وتايمز لايف، وجدنا ظاهرة بالغة الإثارة. ظاهرة الاحتفال الحذر. نعم، من الطبيعي أن تحتفي الصحف بفوز فريقها، وقد فعلوا ذلك بالتغني بسحر موديبا صاحب الهدف. لكن النبرة الغالبة بين السطور كانت نبرة تحذير، بل وربما خوف صريح. يصفون الفوز بأنه نصف مهمة، ويشيرون إلى أن أفضلية الهدف الواحد هي أفضلية هشة جدا في شمال أفريقيا. وتتحسر الصحافة على تضييع الهدف الثاني. التغطية الإعلامية تبدو وكأنها تغطية لخسارة قادمة رغم فوزهم في الذهاب. هل الخوف يسيطر على سان داونز؟ هذا التحليل الإعلامي ينم عن قراءة واقعية. الصحافة هناك تدرك تماماً طبيعة الجغرافيا الكروية في أفريقيا. هم يعرفون أن مباراة الإياب في الرباط يوم 24 من مايو لن تكون مجرد مباراة كرة قدم، بل ستكون معركة ذهنية ضد الآلاف من الجماهير الصاخبة. بالضبط. فريق سان داونز خلق فرصاً كانت كفيلة بجعل مباراة العودة أسهل، لكن إهدارها يعني أنهم سيسافرون إلى الرباط وهم يحملون عبء الحفاظ على هذا الهدف اليتيم. سان داونز يمتلك الأفضلية الرقمية وعدم تلقي أهداف بملعبه، لكن الجيش يمتلك أفضلية الملعب والجمهور. وحقيقة أن الخصم سيأتي تحت ضغط الحفاظ على هذه النتيجة الضئيلة. هذا يعيدنا إلى تصريحات ألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي، الذي يرى أن التوازن والتركيز في الإياب بدعم من الجماهير في الرباط هو مفتاح اللقب. وأشار إلى أن الفريق كان قريباً من التسجيل لولا بعض الهفوات في المساحات.
وهنا تبرز أهمية لاعب بعينه في هذه المنظومة، وهو الحارس أحمد رضا التكناوتي. التقارير تضع التكناوتي كعامل اطمئنان كبير لفريق الجيش. ببساطة هو يقوم بالتصدي لتسديدات وكرات خطيرة كان من المفترض حسابياً أن تسكن الشباك. خبرة التكناوتي تمثل جداراً نفسياً إضافياً. دعنا لا ننسى أنه سبق له مواجهة صن داونز كثيراً حين كان مع الوداد. هو يعرفهم جيداً إذن. جداً. هو يعرف الأسلوب الهجومي المعقد للفريق الجنوبي إفريقي، ويمتلك المناعة النفسية ضد السرعة إيقاعهم. وجود حارس بهذا السجل يمنح المدافعين أمامه ثقة تتيح لهم تطبيق خطة الكتلة المنخفضة بجرأة. إذن نحن أمام مشهد معقد. في هذا الملخص السريع لتجربتنا اليوم، رأينا مباراة تكتيكية مغلقة، وتوتراً تحكيمياً وتقنية، وفوزاً صغيراً يترك كل الاحتمالات مفتوحة لمباراة إياب مشتعلة في المغرب. لماذا يهمنا تفكيك هذا النهائي؟ لأنه درس في إدارة الأزمات. كيف تصمد عندما لا تكون في أفضل حالاتك كما فعل دفاع الجيش؟ وكيف تتعامل مع التوقعات الهائلة عندما تضطر للفوز لإنقاذ صورتك كما في حالة صن داونز؟ بالضبط. المعركة القادمة ستكون اختباراً أقصى للمرونة التكتيكية. لكن قبل أن ننهي نقاشنا، هناك تفصيل صغير قد يكون هو الفيصل ولم يحظى بالتركيز الكافي في العناوين العريضة. فريق صن داونز خاض هذه المباراة في بريتوريا، وهي مباراته التاسعة خلال 21 يوماً فقط. 9 مباريات في 3 أسابيع؟ هذه وتيرة استنزاف بدني هائلة. في المقابل، نال لاعبو الجيش الملكي قسطاً أكبر من الراحة لتأجيل مبارياتهم المحلية. يمكن للمرء أن يتخيل الدقائق الأخيرة من مباراة الإياب، عندما يكون إيقاع المباراة مجنوناً والأنفاس تتقطع. هل سيحسم العامل البدني والإرهاق المتراكم لصن داونز معركة الإياب لتتغلب اللياقة البدنية على أي تكتيك مرسوم على الورق؟ هذا سؤال جوهري فعلا، وسيغير مجرى اللعب تماما. فكرة تستحق التأمل في انتظار صافرة النهاية القارية. مذهل كيف أن تفصيلة صغيرة كالجدول الزمني قد تكون هي الكلمة الأخيرة في نهاء قاري ضخم.